أما المحنة التي وقعت في زمن الإمام أحمد فهي بسبب هذه المسألة. فالمعتزلة ينفون صفات الله سبحانه وتعالى ومنها الكلام، فإذا يرون أن القرآن ليس بكلام الله عز وجل. فتسلط الخليفة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، تسلطوا على أهل السنة وأجبروهم على القول والاعتقاد بمذهب المعتزلة، وامتحنوا أهل العلم. وكان ممن امتحن الإمام أحمد ومحمد بن نوح، فأجاب كثير من الناس وتأولوا وقالوا إنا قد أكرهنا. فمنهم من كان يقول إذا أحضر عند السلطان يقول التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن هذه مخلوقة، ويقصد بهذه ماذا؟ أصابعه. أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح فأبيا أن يجيبا، لأنهما رأيا أن الإجابة في هذا فيها ذهاب للسنة، وأن عليهما أن يصبر ويجاهدا. لأن الإمام أحمد لو قال إن القرآن مخلوق لتبعه الناس. ذكروا في محنة الإمام أحمد أنه كان عند السلطان فكلمه بعض أصحابه وقال ارفق بنفسك فقد أجاب فلان وفلان، والله عز وجل قد عذرك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الإمام أحمد اذهب فانظر إلى خارج القصر. فذهب فرأى الناس بأيديهم الأقلام والأوراق ليكتبوا ما يقول الإمام أحمد. فرجع هذا الرجل وأخبر الإمام أحمد أن الناس ينتظرون قوله. فقال الإمام أحمد تريد مني أن أضل هؤلاء؟ أقتل نفسي ولا أضلهم. فصبر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أحضر إلى مجلس الخليفة المعتصم جادله المعتزلة، فكان الإمام أحمد يرد عليه ويقول ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم ابن أبي دؤاد وكان زعيم المعتزلة يعرض عنه الإمام أحمد ولا يجيبه، فيقول الخليفة لما لا تجيبه؟ قال ليس من أهل العلم حتى أجيبه. هذا انفك الإمام أحمد. قال له السلطان لا تقتل نفسك، أجب وخلي سبيلك وأجعلك من حاشيتي. فرفض الإمام أحمد. فعند ذلك جلد الإمام أحمد رحمه الله حتى أغمي عليه، ثم وضعوا عليه البساط أو الحصير وداسوه بأقدامهم ووضعوه في السجن، ثم أخرج بعد ذلك وأصابه المرض وعاده الناس، ثم حصل له فتن أخرى أيضا محن أخرى فمنعوه من إلقاء الأحاديث وأن يعلم الناس فلزم منزله. بل وصل الحال في زمن الخليفة الواثق أنه قال أرسل إلى الإمام أحمد من يقول له لا تساكنني ببلد أنا فيها أخرج. فاختفى الإمام أحمد رحمه الله مدة طويلة، ثم توفي الواثق وتولى المتوكل، وكان سنيا سلفيا، فانكشفت الغمة عن أهل السنة ولله الحمد والمنة. الإمام أحمد لما ثبت صبر في هذه المحنة وأظهر القول بالسنة حصل له من الإذى ما حصل، ولكن رفع الله ذكره فما من أحد يسمع به إلا ويحبه. للإمام أحمد منزلة في قلوب أهل الإسلام ولله الحمد والمنة. من المواقف التي حصلت الإمام أحمد في هذه المحنة، محنة القول بخلق القرآن، أنه لما حصل له ما حصل من الأذى
فسجن وجلد وشهروا به ومنعوه من إلقاء العلم والتحديث بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أحمد كان صابرا صامتا مشتغلا بذكر الله عز وجل، لا يثير الفتنة بين المسلمين ولا يحرض على السلطان أو يستعطف الناس فيقول فعل بي وفعل وابتليت وخرجت من السجن وحصل لي ما حصل وفعل. لا أبدا، لأن أهل السنة يصبرون ويرون أن ما عند الله خير وأبقى، ويرون أن تأليب الناس على السلطان هذا جريمة وعدوان وذريعة إلى سفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل أشد من ذلك أن الإمام أحمد اجتمع إليه فقهاء بغداد وناس جاءوا إلى الإمام أحمد في زمن الواثق، وكان شديدا على أهل السنة، آذاهم أشد الإيذاء، فاجتمعوا بالإمام أحمد فذكروا له ظلم السلطان وما أظهره من البدع، حتى إنه كان يعلم الصبيان في الكتاتيب هذه العقائد الفاسدة. فذكروا له أشياء من ظلمه ثم قالوا لا نرضى بإمارته ولا سلطانه، يعني أنهم يريدون خلع البيعة والخروج على السلطان وقتاله. فغضب الإمام أحمد عليهم أشد الغضب وأنكر ذلك أشد الإنكار، وقال لهم عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال لهم ليس هذا صوابا، يعني نزع أيديهم من طاعته والخروج عليه، هذا خلاف الآثار. فانظروا كيف أن الإمام أحمد مع ما حصل له من الإيذاء ومع ذلك ينهى عن الخروج وحمل السلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال من حمل علينا السلاح فليس منا. فأهل السنة ينكرون المنكر على ما تجبه الشريعة، ولكن لا ينزعون يدا من طاعة. هذا والخليفة فعل ما فعل من إظهار هذه البدعة وإذا أهل السنة، فكيف بمن يؤلبون الناس ويكونون الخلايا السرية من أجل الانقلابات ومن أجل الإفساد في بلاد أصلحها الله بالتوحيد والسنة والعدل وإقامة الصلوات وإنكار المنكر والأمر المعروف. هذا هو ديدن الجماعات الإسلامية في هذا الزمن، تدغدغ العواطف من أجل الوصول إلى الحكم، حتى ولو هلك من هلك من الشباب، حتى ولو هلك من هلك من الشباب لا يضر، يقولون هذا في سبيل الله، هذا في سبيل إقامة الخلافة الإسلامية، ولهم ما يقرب من 100 سنة وهم يدندنون بهذا الكلام، فلا قامت لهم خلافة ولا دولة، بل أفسدوا في بلاد المسلمين. يرون الشرك الصراح أمامهم فلا ينكرونه. متى ستنكرون؟ إذا قامت الخلافة، فيموت أتباعهم على الشرك وعلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى والذبح لغيره والبدع، بل يعادون أهل السنة مع ذلك. فطريقة الجماعات الإسلامية في الزمن الحاضر هي خلاف ما عليه أهل السنة كالإمام أحمد وغيره، وخلاف الآثار. فطريقتهم في الانقلابات والإفساد وإغار الصدور والتأليب على الحكام وعلى العلماء لا شك أنها طريقة خاطئة، ولا يجوز لمسلم أن يرضى بهذا أو يقبل به.